حلم أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقق. القطار الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي دخل مراحله التنفيذية. المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمملكة العربية السعودية كشفت أن مطلع العام القادم سيشهد البدء في تنفيذ المشروع للربط بين دول المجلس الست، وسيتم الشروع في تنفيذ حوالي 600 كيلومتر من المشروع داخل الأراضي السعودية، بداية من البطحاء جنوبا حتى الخفج شمالا. أما مسار الخط الحديدي فمقرر له أن يبدأ من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية، ومن ثم إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك حمد الجديد في منطقة شاطئ نصف القمر، ومن مدينة الدمام أيضا إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى. كما سيربط دولة قطر مع مملكة البحرين عبر جسر مزمع إنشاؤه بين الدولتين. وسيربط الخط الحديدي السعودي بالإمارات عبر منفذ البطحاء متجها إلى أبو ظبي ثم مدينة العين، ومنها إلى سلطنة عمان عبر صحار لينتهي في العاصمة مسقط. مجموع أطوال هذه الخطوط تبلغ 2100 كيلومتر، فيما يبلغ طول الخط داخل الأراضي السعودية 660 كيلومترا. وكشفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمملكة أن الإمارات وعمان بدأتا بالفعل في تنفيذ المشروع داخل أراضيهما. عماد الدين همام، العربية.